السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم وصفة ديال تشيز كيك سان سيباستيان، الكيكة المحروقة، كيكة الجبن، عندها عدة اسماء. وصفة صيفية بامتياز، صدقوني رائعة لذيذة. كنتمنى تجربوها، سهلة سريعة بدون تعقيدات. على بركة الله. هنا بالنسبة للمكونات والطريقة، عندي 100 غرام ديال السكر حبيبات اللي هي السكر سنيدة، ما يعادل كأس إلا ربع، دائما العبار بكأس العنبة. عندي 14 غرام ديال السكر الفانيلا، ما يعادل 2 أكياس، كل كيس الوزن ديالو 7 غرام. وغادي نضيف هنا 200 غرام ديال الجبن، يكون القوام ديالو كريمي. انا هنا خدمت بالجبن ديال الجوده بما انه متوفر وحتى الثمن ديالو طايح على الانواع ديال الجبن الاخرين. غادي نضيف كذلك 6 علب ديال جبن هكذا اللي كيكون طري، جبن بالسكر، اللي هو معروف عندنا حنا هنا في المغرب سميتو بيرلي، راه متوفر. وغادي نضيف رشة ملح يعني بسيطة، يعني غير واحد القبصة بسيطة لأن الجبن راه فيه الملح. وغادي نضيف كذلك 2 معالق كبار ديال الدقيق الخاص بالحلويات، ما يعادل 40 غرام. غادي نخلط الكل بخلاط يدوي حتى كنحصلوا على واحد الخليط اللي كيكون هكذا القوام ديالو كريمي. ماشي غادي تطربوه بحال الشكل اللي كتطربوا البيض، فقط غير كتخلطوه هكذا حتى كتحصلوا على واحد الخليط اللي كيكون هكذا القوام ديالو كيف قلت لكم كريمي، يعني ما كيبقاش يبان داك الدقيق. وغادي نضيف هنايا 200 غرام ديال القشطه الطريه. هاد القشطه هادي راه متوفره في محلات ديال بيم مرجان. السعر ديالها او كتباع يعني رخيصه تقريبا، وقيلا كدير واحد 11 درهم. ضروري من القشطه اللي تكون يعني النسبه ديال الدهون فيها اكثر من 30%. يفضل وما تستعملوش لا هولا ولا حتى نوع من انواع القشطه النباتيه. صافي هنا من بعد ما خلطت داك القشطه مع المكونات، غادي نبدا هنا نضيف البيض. عندي 5 ديال البيضات بالحجم اللي يكون صغير ماشي كبارين. الا كنتو غديروا البيض كبير، غادي ديروا غير 4 ديال البيضات كافيين. انا هنا عندي البيض صغير فدرت 5 ديال البيضات بالحجم كيف قلت لكم اللي يكون صغير او لا متوسط. الا كان عندكم البيض كبير، بما ان كيكون البيض كبير يعني كيكون الوزن ديالو 70 غرام، ما بين 70 غرام حتى ل 80 غرام، هذاك هو الوزن ديال البيض الكبير. 50 حتى ل 60 كيكون الوزن ديال البيض الصغير، وما بين 60 ل 70 كيكون الحجم المتوسط. هنا كنبقى نضيف داك البيض بالتدريج وانا كنخلط حتى كنحصلوا على واحد الخليط اللي كيكون هكذا، حتى هو القوام ديالو كريمي. وفي نفس الوقت ماشي تخلطوا نتوما كتضربوا باش ما يعني باش داك البيض ما يدرلكمش بحال الشكل ديال الرغوه، باش يبقى هذا الخليط الغرض منه يبقى كريمي. هنا عندي مول اللي كيكون القطر ديالو ما بين 18 سنتيم حتى ل 20 سنتيم. انا عندي هنا مول القطر ديالو 18 سنتيم. كتاخذوا واحد الطريف ديال البابي هكا اللي كيكون خاص بالحلويات اللي كيدخل الفران، واختاروه اللي يكون نوعيه جيده. كتحاولوا تكمشوه كيف ما لاحظتوا، وكديروا هكذا كتثبتوه هكذا في القالب حتى كياخذ شكل القالب. وخليو داك الطريفات ديالو مرفوعين، يعني يكونوا عاليين اكثر من العلو ديال القالب. غادي ناخذ هنايا داك الخليط وغادي نصبو هنايا في القالب. في هذه الاثناء راه كيكون عندي الفران مشعول، كيكون يعني سخون مزيان. كتسخنوه على درجه حراره متوسطه. هنا بما اني عندي كيف قلت لكم القالب صغير، خفت لا يطلع هذا الخليط هذا لانه كيتضاعف الحجم ديالو ملي كتدخلوه الفران، فدرت له واحد القطر من فوق منه. الا عندكم القالب القطر ديالو 20 سنتيم، ما غاديش تحتاجوا ديروا منه فوق منه هاد الدائره ديال الحديد. صافي كتدخلوا التشيز كيك ديالكم لمده ما بين 30 حتى ل 32 33 30 دقيقه كيكون طايب على درجه حراره متوسطه. وهنا من بعد ما خدا لي نص ساعه كيف قلت لكم الفران كيكون سخون، كيكون هذا هو القوام ديالو. غادي نرجع نوريكم هنايا. ملي كتخرجوه راه كيبان لكم بحال ما طايبش، وكيكون هذا هو القوام المطلوب. ما تخليوش يعني حتى كيبدا كيصمت، فراه غادي تجيكم داك التشيز كيك غادي تجيكم محبه، يعني ملي غتكونوا كتاكلوها كتلقاوها بحال الشكل ديال الحبيبات. هنا بالنسبه للصلصه المرافقه، عندي 100 غرام ديال الشوكولا بالحليب. ضفت لها ما يعادل كذلك 100 غرام ديال الكريمه
سائلة، أي نوع عندكم خدموا به، حتى إلا كانت عندكم كريمة ولا لا خدموا بها ماشي مشكل. كتسخنوها على نار وكتضيفوها هكذا على داك الشكلاط اللي كيكون مقطع طريفات صغارين. غادي نحرك عفوا الكل حتى كنحصلوا على واحد الصوص. كتكون هذه الصوص عفوا المرافقة، كتجي لذيذة. انا كذلك قدمته حتى مع الصوص ديال الفريز اللي هي المفضله عندي. انها هاد التشيز كيك كتجي كتوتا بزاف مع الصوص ديال الفريز وحتى مع الصوص ديال الشوكولا. هي الوصفه الاصليه اللي كتقدم مع الصوص ديال الشوكولا. لكن انا صراحه كنفضل انني يعني ناكلها هكذا بداك الصوص ديال الفريز. كتجي زوينه ولذيذه بزاف. صافي هنا من بعد ما خليت التشيز كيك كيبات ليله كامله في الثلاجه، كيكون هذا هو القوام ديالها. من بعد ما كنخرجها من الثلاجه كيف قلت لكم ضروري خصها تبات ليله كامله، او على الاقل واحد 5 ديال الساعات في الثلاجه، حتى 6 ديال الساعات. كيكون هذا هو الشكل ديالها، كتجي كريميه، كيجي لذيذ بزاف. فقط كيف ما قلت لكم ما تخليوهاش طيب بزاف، المده ديال نص ساعه حتى ل 35 درجه حراره الفران. كتكون يعني فوق المتوسط بواحد شويه. كيف ما قلت لكم القوام ديالها كيكون جاري، ما كتكونش طايبه ملي كتخرجوها في الفران. وكيكون هذا هو الشكل ديالها. كيف قلت لكم انا قدمتها مع الصوص ديال الشوكولا وكذلك مع الصوص ديال الفريز. كنتمنى الا عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تبخلوش عليا بلايكاتكم تعليقاتكم. دمتم في امان الله، الى اللقاء في وصفات قديمه بحول الله يا رب.